السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احلى متابعين واصحاب واخوات بحبكم في الله. النهاردة ان شاء الله مع بعض كده نعمل العرق. احنا عملناه مع بعض قبل كده لكن كان بطريقة مختلفة. كنا مربطين وكنا عاملين حاجات تانية فيه. المرة دي هنعمل جنبه صوص حلو بيتاكل معاه. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول هنعمل ايه. معايا عرق، العرق ده حوالي 2 كيلو يا جماعة. طبعا احنا ده العرق ده بينفعنا قوي في العزايم وفي ولو حتى جبناه وعايزين نعمله ممكن نقسمه نصين لو كتير علينا، او نعمله بنعين اللحمة كده، ولما بنكون محتاجينها بنطلعها تاني وبنحطها في طاجن او في صينية وبتتسخن. بتتغطى بورق فويل وبتتسخن عادي جدا. مش شرط يتاكل كله في يوم واحد لو مش في عزومة يعني. اللي هيعمله بقى في عزومة مش شرط ان انتي تربطيه خالص. زي ما انتوا شايفين كده، المرة اللي فاتت انا عملت العرق ووريتكم بيتربط ازاي. المرة دي هنعمله من غير ما نربطه برضو، هينفع ومش هيكش خالص ولا اي حاجة. اول حاجة كده بنخرم كده العرق بتاعنا. احنا معانا خضار اهوت، بصل وجزر وتوم وطماطم، ومعانا ملح وفلفل. هنبدأ كده نخرم في العرق بتاعنا، او لو عندك ممكن تخرميه بالسكينة او بسيخ من بتوع الكفتة، زي ما عملناه المرة اللي فاتت. فانا هخرم بالموجود عندي دلوقتي بالطريقة دي كده، وبحط فيه بحشيه كله بفصوص الثوم. في لو عندك كمان عايزة تزودي إضافة ممكن تحشيه بفصوص توم وفلفل أسود حصى، مش مطحون، مش ناعم يعني. فأنا بكتفي بالثوم. بحشيه كده كل الأخرام كده، بخلي الثقب اللي أنا هعمله عميق علشان ياخد الفص الثوم. بدخله كده و بمشي على العرق كله كده، بلفه كله كده مخرمه كله، وبملاه كله في صوص توم. بتدي تطعيمة حلوة جدا للعرق. هنحط بقى الملح والفلفل عليه كده من على الوش. فلفل عادي خالص، فلفل اسود ناعم. خلاص. وابدا بقى عندي بعد ما احط عليه الملح والفلفل كده. طبعا العرق ده انا جايباه كان حواليه بتجيبيه كده حواليه قطع لحم او دهون. انا بنضفه كده وبخليه العرق صافي لوحده، وبشيل من حواليه اي حاجه بتكون فيه. يا اما بقى انت طبعا لو جبتيه من عند جزار هو اصلا مظبطه وبيعملهولك وبيحاسبك على الموضوع ده. طاسة بقى على النار او صينية كده، تاخد العرق بتاعك بتحطي فيها قطعة زبدة وحبة زيت صغيرين بس عشان ما يحرقش، نبدأ نحمر العرق بتاعنا فيها. قبل ما بنسويه بنحمره ياخد صدمة كده، وبنقلبه على كل الاتجاهات. تمام. نخليه ياخد الصدمة من جميع الاتجاهات، وبالراحة كده واحنا بنقلبه على البوتاجاز، لانه طبعا بيبقى 2 كيلو، فيعني ممكن يبقى ما نقدرش نرفعه بالمساكة كده، فنحاول بالراحة. والقطعة اللي ما طالتش النار لازم نخليها تطول النار كده. نغلفه كله بالتحمير. بعد كده بقى طبعا بنجيب الطاجن بتاعنا اللي هنشتغل فيه او الصينية، زي ما ده انا عملته المرة اللي فاتت في صينية. المرة دي هعمله في طاجن فخار، بدهنه بالزبدة كده زي ما احنا متعودين علشان ما يحرقش الحاجة جواه. هحطه كده، وطبعا هبدأ بقى الخضار اللي انا مقطعاه معاه اتبله بالملح والفلفل، واحطه معاه كده حواليه وهو بيستوي. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش يا حبايب قلبي في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس. هنكمل بقى نحطه كده. عايزين تحطوا بطاطس كمان ممكن نحط بطاطس كمان. كل ده هينفعنا بعد كده في الحاجة اللي هنعملها، الصوص اللي هنعمله جنب
العرق. طبعا دي الدهون اللي كانت حوالين العرق، فانا طبعا بنضفه من كل الدهون، وبحط كده الحاجات دي حواليه، بتساعد طبعا في ان هي تدي طعم حلو للطبخة او للعرق بتاعي وهو بيستوي. وكمان هنزل بالسمنة اللي انا محمرة فيها، الزبدة اللي انا محمرة فيها كده، بحطها برضو بعد ما بصفيها كده، ما باخدش اللي نزل فيها كله يعني الحروقة، لا باخد الحلو اللي فيها بصفيه وبستعمله. بعد كده هوت بغطيه بقى بالورق الفويل وبدخله الفرن. بندخله الفرن على درجة حرارة 200، يعني حرارة عالية. بنحطه على، طبعا قبل ما بغطيه بالفويل نسيت اقول لكم بزوده ميه مغليه لحد، يعني الميه المغليه تبقى جايبه نص العرق من تحت، بس ما بتغطيهوش كله، انا عايزاه يستوي على ميه بسيطه جدا. بحطه بقى بدخله على درجة حرارة 200 زي ما قلت لكم، وبسيبه يستوي لمدة ساعتين 2. اول ساعة بكشف كده عليه، بخرجه اكشف عليه، ازوده لو كان مية نشفت بزوده شوية مية مش كتير، واسيبه الساعة التانية على نار هادية لحد ما يكمل سواه. بدخله بقى الفرن وبسيبه يستوي. طلع زي ما انتم شايفين ما شاء الله حلو قوي، مستوي جدا، والخضار فيه او زي ما انا عايزاه يبقى بالشكل ده. انا مش عايزه الخضار يبقى مصحصح، انا عايزاه بالشكل ده، لان انا المره دي مش هاكل الخضار معاه كده. تمام. هطلعه كده في طبق، وهشيل الدهون اللي انا حطاها برضو اركنها، وبعدين اهو كده. وبعدين بقى بجيب ما سيبش اي حاجة من الدهون خالص في الطاجن او في الخضار بتاعي. شايفين كمية الصوص او كمية المية اللي فيه ده، هو ده اللي انا عايزاه، بس مش عايزة اكتر من كده. ابدا بقى اجيب شفشق الخلاط وانزل الخضار كله بالصوص اللي نزل من اللحمة، وبحطه في الخلاط وبضربه. و زي ما انتم شايفين كده، ممكن نضربه كده، وممكن بنحط معاه قطعة من الجبنة المثلثات، دي طعم خطير قوي برضو، او هو لوحده تحفة جدا جدا جدا، حلوة قوي مع كاتشب بقى كمان او مايونيز، وبيتحطوا كده جنب الصوصات كلها جنب اللحمة الباردة، بتبقى جميلة جدا. بنقطع اللحمة زي ما انتم شايفين شرايح، بترمي كتير قوي، لحمة العرق بترمي كتير لانها لحم صافي طبعا. نعمل جنبها بقى رز اصفر بالكاري والكركم كده، بتطلع وجبة حلوة قوي، وبتنفع حلو قوي في العزايم، وبتشرفك في العزايم. وهي دي طريقتي في العرق ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو بتاعي ينال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد، واستودعكم الله يا احلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.